يا مساء الخير. أهلا بمحبي قناة دمياط عندنا وبس. يا رب تكونوا بأحسن حال وخير وصحة وسلامة يا رب، وتكون السنة الجاية سنة جميلة عليكم، وتكون أحسن من السنة اللي فاتت بإذن الله. تعالوا بقى أما أوريكم حاجة جديدة أنا شفتها النهاردة، عاوزاكم تشوفوها وتعرفوها معايا. شايفين الزرع اللي قدامنا ده؟ حد يعرف ده محصول ايه أو ده ايه؟ ده ده حاجة احنا بناكلها وبنحبها قوي، وبنحب ناكلها قوي في الشتاء. حد يعرف ده ايه ده؟ خميني معايا كده. انا اول ما شفته معرفتوش، انا قلت ده جرجير، ده فجل، حاجه زي كده يعني. وانا معديه على طريق راس البر ففي مزرعه، فنزلت فلقيت اللي هو القالب اللي محطوط ده وطلع منه الزرع ده. فطبعا بسأل المسؤول بتاع المزرعه، فمتوقع ان هو يقول لي كده جرجير فجل حاجه زي كده يعني. لقيته بيقول لي ده كرنب. اه والله ده كرنب. قلت له طب يعني ازاي ده الكرنب هنعرف؟ يعني مثلا ممكن احنا اللي هو الكرنب احنا بناخد، كنت فاكراه يعني ان هو ياخد البذره يحطها في الارض وتسقيها وتطلع الكرنب اللي احنا عارفينه. لكن قال لي لا، ده لازم الكرنب بياخد اكتر من مرحله. دي المرحله الاولى بتاعته. القالب اللي قدامنا ده قالب مستطيل كده فيه فتحات صغيره زي ما احنا شايفين كده. بيجيب فيه الشرب ناعم كده ويحطه فيه كل فتحة من دي يحط فيها اللي هو بيملاها اللي هو يعني بتعتبر التربة بتاعة الكرنب. وبعد كده بيحط في كل فتحة من الفتحات دي بيحط فيها بذرة من البذور، البذر بتاعة الكرنب، ويسيبها يسقيها بقى، يفضل يسقيها اسبوع اسبوعين ثلاثة كده. وبعد كده بيجي بيلاقيها بالمنظر اللي انا شايفاه في ايدي ده. بيشيلها كده، دي بتعتبر كرنباية، هو يعني دي نتيجة الكرنباية، يعني اللي انا ماسكاها دي كرنباية. بعد كده بياخد اللي هي الكرومبة دي يروح بقى في الأرض ويقسم الأرض مسافات معينة، وبيحط في كل مسافة كرومباية من دي. يعني القالب اللي قدامنا ده اللي هو القالب المستطيل ده كل ده مليان كرومب، مش كل ده كرومباية واحدة. في الأول بتفرع كده، يعني ده الجذع بتاعها من تحت، ودي الفروع الأولانية بتاعتها، دي البداية بتاعتها. بياخدها بقى كده بيروح على الأرض الزراعية وبيقوم بيحطها بقى في الأرض المرحلة التانية بتاعتها بقى. بياخد اللي هي البذور ده بالجذع بتاعها ده، بيشيل من كل فتحة من فتحاتها بالجذع بتاعها، وياخدها يروح يوديها في الأرض وبيزرعها ويسقيها وتطلع شكل تبدأ بقى تلف حواليها الورق، يفضل يكبر يكبر ويلف حوالين بعضه، وتطلع تدينا الشكل الكرنباية اللي احنا بنشوفها في السوق. ما كنتش اعرف ان دي طريقة زراعة الكرنب في الأول خالص. يحطوا في القالب ده الأول، وبتاخد الفترة بتاعتها فيه اهي، شايفة ده الجذوع بتاعتها في الأول، دي البداية بتاعتها. وبعد كده بياخدها بيروح الأرض يحطها، وبعدين بيسقيها، وبعدين تجمع الفروع زي ما احنا شفنا، وتطلع الكرنباية اللي احنا بناخدها بسهولة من السوق ونقعد نحشيها. شايفة دي الكرنباية الأولانية، دي كرنباية وجنبها كرنباية كرنباية، يعني كل المربع ده كله مليان كرنب. احنا ناخد بس الكرنب من السوق ونحشيه، لكن ما كناش نعرف ان ده طريقة زراعة الكرنب الأصلية بتاعته. يا ريت اكون عرفت افيدك بحاجة جديدة عرفتيها، ان ازاي نقدر نعرف اللي هو الكرنب بطريقة زراعته في الاول ازاي، وازاي بعد كده بيحطه في الارض. المرحلة التانية ان شاء الله كده لما يبدأ يطلع في الارض كده ويطلع، هبقى اصورهولك برضو واوريك شكل الكرنباية. وبالهنا والشفا، تصبحوا على خير.